ازاي ارد اهانة شخص ليا؟ ازاي اوجع اللي وجعني؟ الاول انا عايزة اصلح فكرة معينة، ان انا احب حد واديه كل اللي اقدر عليه، واعبر له عن مشاعري ويهملني او يخوني او ما يهتمش بيا. ده ابدا ابدا ملوش اي علاقة بالاهانة، ده له علاقة بكرم الشخص. انا النهاردة لما احب حد واديله كل حبي وكل احتوائي وما يقدرش ده، يبقى مين اللي اتهان؟ هو اللي هان نفسه. انتي ما تهنتيش او انت ما تهنتش. لما تحب واحدة وتديها الثقة وتخون الثقة، يبقى مين اللي اتهان؟ هي مش انت. الإهانة، الحب عمره ما كان فيه إهانة. ان انت تعبر عن مشاعرك وتحب من قلبك انت الصح. الطرف التاني لما يكفر بهذه النعمة يبقى هو اللي بيعرض نفسه للإهانة. اللي بيسرق مش بياخد فلوس من واحد وبيفتكر انه هو كده صايع، لكن الإهانة لمين؟ للي اتسرق ولا للي سرق؟ للي سرق. احيانا كتير جدا احنا بيختلط علينا الامور، احيانا كتير جدا ان احنا بنحط فكره الاهانه او الكرامه في الحب. احيانا بنشوف ان احنا لما نحب حد وما يحبناش بناخد الموضوع بيرسونال، او بناخد الموضوع بشكل شخصي قوي. ده ما حبنيش يبقى في مشكله، يبقى انا مش كفايه، يبقى هو اهني بالطريقه دي. لا، لما تكوني بتكلمي حد وديتيله حاجات كتير واحترمتيه وما يحترمكيش ويعمل لك بلوك مثلا او تعمل لك بلوك، ده اهانه ليك؟ كل الناس فاهمها اهانه ليك؟ لا، هي اهانه للشخص التاني. عارف هي ليه اهانه للشخص التاني؟ لان هو مش محترم، لان هو عديم الذوق، لان هو عديم القيم. الشخص المحترم بيقدر اللي بيحبه حتى لو هو شخصيا ما عندوش مشاعر ناحيته. الطرف المحترم عمره ما بيكذب. الطرف المحترم بيحط نفسه دايما مكان الناس. الطرف المحترم بيفكر هو انا ابني او بنتي لو حصل معاهم كده احب يبقى رد فعل الناس معاهم ايه. دايما الطرف اللي ما يعملش كده هو الطرف، سوري يعني في اللفظ المهزأ، هو الطرف اللي اهان نفسه. انت راسك مرفوعه، انا عملت اللي اقدر عليه، انا دخلت العلاقه دي وكنت بحب واستمتعت بكل لحظه حب فيها، لكن انت كنت فيها وما كنتش بتحب ولا مستمتع. يبقى مين الكسبان في الاخر؟ في الاخر انا طالع وانا بمنتهى البساطه هنساك، لان انت ما اديتنيش حاجه حلوه، وهتيجي في يوم من الايام تبص عليا وتلاقيني سعيده وتزعل، لان انا كنت اقدر اكون شريكتك في السعاده دي. لكن اللي دايما بيحصل ايه؟ ان احنا بنشوف يا خراشي اتسابنا. ايه يعني اتسابنا؟ الموضوع مش فينا. اتسابنا يبقى ما فيش نصيب. طب اللي سابنا ده اهنا، يبقى هو اللي بيهين نفسه. انا كرامتي محفوظه. لو انتي او انت حد جه قال لك انا بحبك قوي وانا عايزك في حياتي، وانت ما عندكش ليه ذره حب، هل هتشوفه قليل؟ هل هتشوفه انه اهان نفسه؟ ولا هتزعل قوي وتقول يا ريتني بحبه لان الشخص ده كويس وكنت اتمنى يكون هو الطرف التاني في حياتي؟ فاول حاجه كنت عايزه اقولها، اوعى تفتكر انك اتهنت. انت ما اتهنتش، انت اديت واحترمت كلمتك وحبيت من قلبك، وعمر الحب ما كان اهانه. تاني حاجه عايزه اقولها، لو انا عايزه احس بنفسي واحس ان انا انتقمت من الشخص التاني، يبقى اهم حاجه انه ما يهمنيش. اهم حاجه اقدر اني انا انتقم منه فيها، لو انجاز التعبير، وانا ما بحبش فكره الانتقام دي، بس عايز تنتقم انتقم لنفسك، كبر نفسك، حبي راجل تاني، حب ست تانية. الراجل اللي سابك ورماك بعرض ايده ده وافتكر ان هو كده شاطر، لما يشوف ان الشخصيه الجميله المحبه المحترمه او الشخص المحترم المحب اللي كان شايل مسؤوليتي يشوف في ايدك او تشوف في ايدك ست تانية، هتعرف هي قد ايه سعيده. الراجل اللي ما بيبقاش كويس او الست اللي ما بتبقاش كويسه، لما بسيبهم ولما انت بتسيبهم بترجع بعد كده تشوف معاهم ناس بتقول ايه جواك. ايش ياخد الريح من البلاط؟ لو كان في خير كان نفعنا انا، لكن انت كده كده نيله، فجت واحده غيري او جاء واحد غيري، انت كده كده في النهايه اللي معاكي مش هيبقى سعيد، او اللي معاك مش هتكون سعيده. فدايما ننسى، اشتغل على نفسنا، نحب تاني، ما نتعقدش. هي دي الحاجة اللي هنقدر ناخد بيها بطارنا. الشخص اللي قدامنا لما يشوف حد معانا هيقول ياه، انا عارف كويس قوي ان الشخص اللي معاه ده قد ايه مبسوط، عشان عارف ان الشخص ده بيعرف يبسط اللي معاه.